السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وأحسن حال يا رب العالمين. النهاردة إن شاء الله جايلكم يوم جديد روتين جديد. وحابة طبعا قبل ما أبدأ الفيديو برحب بكل متابعيني من جوه مصر وبره مصر، كلكم على راسي من فوق طبعا منوريني. وانتوا عندي حاجة كبيرة جدا جدا، حاجة كده حلوة في حياتي، فربنا ما يحرمنيش منكم أبدا أبدا. والنهاردة إن شاء الله معانا بقى روتين هنقضيه مع بعض في المطبخ. وروتين النهاردة مهم جدا جدا لكل ست بيت مصرية وعربية، وكمان ست بيت أجنبية. تمام. حطوا بقى لايك للفيديو، عايزين الفيديو بتاع النهارده يوصل كده لأكبر عدد من اللايكات. واما بقى لو انتوا اول مره بتشوفوني وحابين تتابعوا يومياتي كلها اول باول، هتنزلوا حالا تحت الفيديو كلمه اشتراك تضغطوا عليها. طبعا تبقوا اخت من اخواتي، وكمان عيلتها تكبر وتنور بيك يا ست الكل. واهم حاجه ما تنسيش تفعلي جرس التنبيهات على الكل عشان يوصلك اشعار بكل جديد انا بنزله. وطبعا هستنى الكومنتات بتاعتكم الحلوه اللي بتسعدني، ربنا يسعدكم جميعا جميعا يا رب العالمين. وزي ما انتم شايفين زي ما قلت لكم هنقضي بقى مع بعض الروتين النهارده في المطبخ. هنعمل بقى تنظيفه عميقه جدا جدا للتلاجة وكمان للبوتاجاز، هنعمل له خلطه حلوه جدا جدا من قلب البيت. وهتخلي كده البوتاجاز معاكي زي الفل. يعني لو البوتاجاز بتاعك يا ست الكل محتاج كده تنظيفة عميقة، فالفيديو ده هيفيدك جدا جدا جدا، عشان هنعمل خلطة زي ما قلت وكل حاجة موجودة عندنا في قلب البيت. وكمان الشفاط بقى عندي بصوا حالته لا يرثى لها. وزي ما انتم بقى هتشوفوا كده بعينيكم، او زي ما وريتكم بقى الارفف بتاعه التلاجة، وكمان هوريكم دلوقتي الشفاط والبوتاجاز عندي. بصوا تحسوا كده ان انا يعني ايه، ده حالي كده مع مطبخي بعد الظروف اللي كانت عندي، تحس ان انا هجرته كده من سنين. او يعني بالنسبه لي عندي كارثه كارثه بمعنى كارثه في المطبخ عندي. فالحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا، الحمد لله فتره وهتعدي باذن الله. فطبعا انا متعوده ان يعني ايدي في الحاجه على طول عشان بعد كده ما تتعبنيش. بس طبعا الظروف اللي بتحكم، فكل ده طبعا كان غصب عني، عشان يعني الناس اللي داخلين معايا جديد كان عندي بقى ايه، ظروف كده عندي، فده بقى اللي خلاني يعني اتأخرت وأهملت صراحة في الشقة كلها مش في المطبخ بس. تمام. فأنا طبعا قلت لكم في فيديو قبل كده ان همسك الشقة كده واحدة واحدة، وبالفعل عملت بقى الغرفتين بتوع النوم، وجا بقى دور بتاع المطبخ. وزي ما انتم شايفين الحاجات بقى اللي على المطبخ هناك دي احنا غسلناها مع بعض في الفيديو اللي فات، اللي هو طقم التوابل وكمان منظمات. فبدأت ان شاء الله كده اعمل بقى حاجة بحاجة، عشان خاطر يعني ايه اخلص بقى من المطبخ. وكمان بإذن الله ناوية ان انا اغير النظام بتاع المطبخ. فقلت بقى ايه واحدة واحدة، فقلت بقى ايه خلاص كل يوم ان شاء الله باذن الله يعني هعمل بقى كده حاجه بحاجه فيه، جنب بقى مصالح البيت وكمان الولاد، وانتوا فاهمين بقى الحياه اليوميه بتاعتنا يعني عباره عن حاجات كتير جدا جدا. فعلى قد ما بقدر ان شاء الله باذن الله، وعلى قد ما اقدر هعمل في المطبخ تنظيفات باذن الله، عشان خاطر يعني ايه اطلع كده بنتيجه حلوه. وزي ما قلت لكم حابه ان انا اغير نظام المطبخ. فطبعا مش هغير النظام، والحاجات طبعا كلها عايزه تاخد تنظيفه حلوه. فقلت بقى كل يوم كده هعمل حاجه بحاجه. وزي ما قلت لكم ان انا عملت الفيديو اللي فات حبه حاجات فيه كده، والنهارده بقى قلت خلاص اعمل التلاجة بالمره والبوتاجاز وكمان الشفاط. ولسه بقى التفاصيل اللي انا بصوا بعشقها وبحبها جدا جدا ان انا اعملها في مطبخي، اللي هو مثلا تحت التلاجة وجنب التلاجة، تحت المطبخ الخشب، وكمان ورا البوتاجاز وتحت البوتاجاز. طبعا التفاصيل دي اللي بتريحني جدا جدا بعد كده في كل التنظيفات. يعني ان كان بقى تنظيفة عميقة او تنظيفة من اللي هي بعملها كل اسبوع. وفي الحياة اليومية في التنظيفات يعني اللي هي بتاعت الحياة اليومية العادية. فطبعا التفاصيل دي اللي بتريحني، وكمان بتريحك نفسيا ان كل حاجة قدام عينيك نظيفة وزي الفل. المهم اشتلت بقى القرفة بتاعة التلاجة، حطيتها كده كلها على الحوض هناك. ومسكت بقى جبت شوية مية وكمان شوية من البريل وشوية من ماء الورد، ومسكت بقى التلاجة دعكتها دعكة حلوة. وبفوطة بقى كل شوية كده اغسلها تحت الحنفية، وجيت لميت بقى الصابون كله، وبعدين غسلتها كويس ولميت بقى يعني لمعت بقى برضو بها التلاجة. وبعدين فوطة نضيفة خالص ولمعت التلاجة وبقت معايا نضيفة وزي الفل. نيجي بقى هنا على طول نعمل خلطة مع بعض، الخلطة اللي هنغسل بيها البوتاجاز. عايزة اقول لكم تحفة. بصوا انا اتصدمت من النتيجة بتاعتها. انا دايما بستخدم اللي هو الملح الليمون، حلو جدا جدا وبيعمل معايا نتيجة صراحة. ولكن ما كانش بقى حد موجود يروح يجيب لي ملح ليمون، وانا كمان ما نزلتش بقالي فترة. فصراحة نسيت اجيب خالص، فقلت بقى مش مشكلة هنتصرف من قلب البيت. وعايزة اقول لكم من اقوى حاجة على الاطلاق في التنظيفات هو الليمون. حاجة سحر ووهم كده في كل التنظيفات عامة مش في البوتاجاز بس.
المهم عندي بقى حلة حطيت فيها شوية مَيّة لحد كده ما غليوا، وكمان حطيت تِلت كوباية من البريل، وكمان أي نوع صابون بتاع مواعين أنتِ بتستخدميه يعني مش مشكلة يكون بريل، وكمان عصرت بقى ليمونة كبيرة وحطيت القشرة بتاعتها، وكمان حطيت تِلت كوباية من الخل، وبدأت بقى أحط بقى كل عيون البوتاجاز فيها زي ما أنتم شايفين، وهاسيبها بقى تغلي براحتها حوالي كده ربع ساعة لحد كده ما نروح نغسل الشفاط، وبعدين هتنبهروا كده معايا بالنتيجة النهارده، وكمان يعني كل حاجة بقى موجودة ومتوفرة عندِك في البيت، فما فيش بقى يا ست الكل ليكِ أي حِجة وكده، وكتّري ليمون على قد ما تقدري، ولكن أنا صراحةً الليمونة كانت كبيرة فاستكفيت بيها وكده. المهم حطيت بقى العيون كلّها كده في قلب الخلطة، وقُلت بقى أسيبها تغلي، وبعدين بقى نزّلت الشفاط وقُلت بقى أدّي له كده غسلة حلوة بالمرّة، جِبت بقى اللي هو اللايت زي ما أنتم شايفين، طبعًا ده مُزيل دهون، استخدمي أي مُزيل دهون أنتِ بتحبيه يا ست الكل، طبعًا مش باجبرِك على حاجة، أنا باقول لِك إن أنا باستخدم كذا. هو حلو جدًا، جدًا، وبيدّيني نتيجة مرضية أوي، وعايزة أقول لكم قوي جدًا، جدًا، وحلو أوي، بس أنا ما بانصحش أي حد عنده حساسية يستخدم اللايت، لإن ريحته قوية جدًا، 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 وصعب أوي، أوي، فبلاش، بلاش، بلاش لو أي حد عنده حساسية بلاش تستخدمي اللايت، تمام؟ المهم بقى زي ما أنتم شايفين رشيت بقى كده على الشفاط على المروحة، وكمان على العلبة بتاعة الشفاط نفسها، وجِبت بقى اللي هو السلك البلدي أو سلك الألمونيا وبدأت بقى إن أنا أدعك بقى الشفاط كده دعكة حلوة، طبعًا الإسفنجة مش هتنفع في الشفاط لازم تكون سلكة ألمونيوم تمام، عشان تدّيك كده نتيجة مرضية، وكمان رشيت بقى كده على طول وبدأت إن أنا أدعكه فورًا، لإن لو سِبته فترة فهيبدأ إن هو يجمد مني تاني الدهون عليه، لإن أنا جرّبت ده وجرّبت ده، يعني كنت أول ما استخدمته كده فرشيت عليه وقُلت بقى أسيبه كده فترة، يعني أسيبه كده 10 دقايق والّا حاجة لحد ما الدهون كلها تتشال من على الشفاط، ولكن لقيت بقى النتيجة بالعكس، الدهون لزقت عليه تاني وكده، فلمّا رشيت عليه كده بارُش كده عليه على طول، وبعدين باقوم ماسكاه فورًا بالسلكة دعكاه، فبيدّي لي بقى كده نتيجة زي الفل، تمام، زي ما أنتم شايفين كده. من أول دعكة فالشفاط بيطلع معاكِ نضيف كده شمعة منوّرة. خلاص بقى خلصت من الشفاط، بُصّوا عايزة أقول لكم إن أنا باتبسط جدًا، جدًا كل ما أنجز حاجة كده، ف مبسوطة جدًا، جدًا إن أنا بدأت إن أنا أعمل أي حاجة في المطبخ، ما كنتش مصدقة والله إن أنا بُصّوا هاقوم وأعمل كده، تمام، المهم بقى قُلت النهارده طبعًا جنب مصالح بقى بيتي، وطبعًا أم بقى وزوجة ومسؤولية زي ما أنتم فاهمين، فكان عندي صراحةً اليوم كان طويل، كان عندي بقى غسيل على ما نضّفت بقى الشقة برّه وهوّيتها وفتحتها كده يعني هوّيتها وكنست قدّام الشقة، لأ كانت حاجات كتير جدًا، جدًا، حاجات بقى يومية عندنا كلّنا، تمام، ولسه كمان هاعمل غدا وكده، فقُلت بقى النهارده أمسك بقى التلاجة والشفاط والبوتاجاز أغسلهم بحيث برضه إن أنا يكون أنجزت حاجة النهارده يعني وكده. المهم بقى زي ما أنتم شايفين خلصت بقى الشفاط وحطيته كده على جنب، فيعني ما حدش يضحك عليّا، الدرج بتاع التلاجة كل أمّا أشده يقوم مكسور منه حتّة، كل أمّا آجي أشده أجيب منه حاجة فيقوم بقى مكسور منه حتّة وكده. المهم يعني أنا لفيت كتير جدًا، جدًا عشان أجيب واحد تاني، فصراحةً مش لاقية، مش عارفة هُم بيتباعوا فين، ولكن يعني كل أمّا أعدّي على أكون في مشوار وأعدّي كده على يعني في مكان يكون بتاع أجهزة كهربائية وكده، فأنزل أسأل فيقول لي مش موجود وكده، تمام، المهم ربنا يسهّل إن شاء الله بإذن الله وأجيب واحد جديد بإذن الله. المهم إن الفيديو النهارده حماسي جدًا، جدًا، ومشجّع جدًا، 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 طبعًا بقى يعني بُصّي ما فيش وراكِ حِجة بقى يا ست الكل، أي عندِك كده أي حاجة في المطبخ عايزة تنجزيها، فطبعًا الفيديو ده ليكِ مشجّع جدًا، هيشجّعِك تقومي كده تحفّزي وتتنشّطي وتبدئي كده تعملي أي حاجة في المطبخ عندِك طبعًا لو مطبخِك متبهدل وحابة كده إن أنتِ تعملي له تنضيفة وقاعدة كسلانة، فيالّا بقى يا ست الكل تشجّعي معايا، وعشان بقى نغيّر بقى نظام المطبخ، بُصّوا الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله بإذن الله كلّها تشجيعات حلوة جدًا، جدًا، ومحفزة جدًا، جدًا، جدًا. بُصّوا هي التنضيفات عامةً مش مسألة تنضيفات بقى في العيد وفي رمضان وكده، طبعًا التنضيف على حسب يعني ما أنتِ شايفة عندِك يعني أنا مثلًا كشيماء حاسة إن مطبخي محتاج تنضيفة، وتنضيفة كمان تكون مرضية من أعماق البحار كمان. يعني مش معقول بقى إن أنا يعني شايفة مطبخي محتاج إن هو يتنضف، وإن شاء الله بإذن الله إحنا على دخلة موسم ورمضان وكده، فمش معقول هاسيبه من الوقت ده لرمضان، ده يعني أكيد هنكون عملنا حاجات كتير جدًا، جدًا، وغسلنا الشفاط كمان مرّة و2 و3 و4 كمان بإذن الله. وطبعًا كلّنا وأكيد يعني أكيد كلّنا كده بنبقى محتاجين بس دفعة، دفعة بس كده إن حد يعني يحمّسنا ويشجّعنا كده ويدّي لنا دفعة إن إحنا نقوم وننجز كده، وخاصةً لمّا تكوني بقى وراكِ مصلحة كبيرة كده وعايزة تخلصي منها.
تمام. المهم بقى طبعًا ما تضحكوش عليَّ أقسم بالله أول ما فتحت معاكم الفيديو، بُصّوا بقيت واقفة يعني بُصّوا بقيت أغني على رأي الحاجة نبيلة أقول إيه، يعني ما أروحش الغيط البامية شوكتني، بقيت أقول لها طب تعالي يا حاجة نبيلة قولي لي أبدأ منين، أبدأ منين مش عايزة أروح الغيط أنا عايزة أبدأ منين بس. المهم طبعًا ربنا بقى سهّل كده، وبُصّي أول كده ما بافتح المَيّة وأحط كده شوية مَيّة في الحوض بتاع الغسيل بس كده، وشوية صابون وأشوف بقى الرغاوة والمَيّة وكده، فوالله العظيم باتشجّع وباتحفّز، وبابقى عندي حماس أول ما باحط إيدي تحت المَيّة بُصّوا يعني كل الحماس والتشجيع اللي في الدنيا كلّه بييجي لي وكده، تمام. بس عامةً أنا باحب غسيل المواعين، يعني باحب غسيل المواعين لإن دي نعمة وفضل من عند ربنا، يعني ما حدش يقول مواعين لأ طبعًا. المواعين نعمة ونعمة كبيرة جدًا، جدًا على الحوض، يعني فكّري فيها صح فهتلاقوا الكلام صح، تمام. المهم غسلنا بقى الإيه، الأرفف بقى كده حطيناها على جنب، قُلت بقى هي تتصفّى وجِبت بقى إيه، العيون بتاعة البوتاجاز بعد ربع ساعة بالضبط من غليانها على البوتاجاز، وأول ما اشتلت الحلة على طول جِبت بقى كمان الشعلة اللي كنت مولعة عليها يعني الحلة وكده، فحطيتها هي كمان في قلب الخلطة عشان خاطر يعني إيه، تاخد كده شوية من الخلطة وكمان أمّا آجي أدعكها تكون يعني إيه، تدعك دعكة حلوة برضه، تمام، أو أغسلها يعني تكون غسلة حلوة. بُصّوا أنا باورّيكم بس الفرق شايفين أول بس كده ما بادعك طبعًا السلك ألمونيا زي ما قُلت لكم أو اللي هو السلك البلدي يعني، تمام، لا يكون بقى لا خشن أوي ولا ناعم أوي، يكون يعني وسط كده. فأول كده أمّا بادعك كده يعني دعكة والتانية بتلاقي بُصّوا العيون معايا بتلمع وزي الفل، والله العظيم أنا كنت باعمل الخلطة وباقول يالّا إيه يعني بظروفها يعني لا تصيب لا تخيب زي ما بيقولوا، ولكن والله العظيم ما شاء الله الخلطة حلوة جدًا، جدًا، وكمان يعني آمنة بقى على إيدِك لا فيها حاجة كده ولا كده، تمام. بالنسبة بقى للعيون الألمونيا أو اللي هي الإيه، الجزء الألمونيا ده بتاع العيون هو عندي من أول ما اتجوزت كنت غسلته بالكلور، فعمل بقى عندي كده من يومها، فتحس إن هو يعني مجنظر كده شوية أو واخد يعني على زرق شوية، والله العظيم ما شاء الله يعني ادعك يعني كويس مش إن هو يعني إيه، يعني حسيت برضه إن هو لمع شوية عن الأول. كل ده من الخلطة. بُصّوا شايفين بقى العين دي والعين التانية اللي أنا غاسلاها بعدها أكتر 2 عندي متأزيين أو مأزيين جدًا في البوتاجاز، شايفين أول ما دعكت بقى كده العين يعني عملت لكم نُصّها عشان تشوفوا بس الفرق، تمام. لقيتها ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بتلمع كده وزي الفل، قُلت ما شاء الله لأ خلطة حلوة والله وبإذن الله يعني هاستخدمها برضه على طول، وما فيش مشكلة إن لو عندي برضه ملح ليمون أحط كمان معلقة، وقُلت لكم قبل كده إن الخل قوي حلو جدًا، جدًا، بس عايز بقى إيه فترة بقى فاهمين، وإحنا يعني البوتاجاز ما شاء الله يعني بيت ومفتوح وكده، فطبعًا مش هنستغنى عن البوتاجاز، فالعيون عايزة تتحط فترة في الخل فبتدّي لِك برضه نتيجة وحلوة جدًا. بالنسبة برضه للعيون الألمونيا واللي هم برضه النحاس فالخل حلو جدًا وقوي ليهم جدًا، جدًا، والخلطة بتاعتنا النهارده برضه يعني حاطين فيها خل، فالموضوع حلو أوي ومُنجز جدًا، جدًا، وما شاء الله زي ما أنتم شايفين النتيجة بعينيكم، يعني مش عايزين يعني مش محتاجة شرح ولا كلام يعني. غسلت بقى العيون زي ما أنتم شايفين، وكمان بقى هاغسل الحوامل بتاعة البوتاجاز، وهنغسل بقى الحلة، شايفين الحلة يعني تحسوها إن هي زرقا ولكن أول ما هادعكها هتلمع كده وتبقى نضيفة وزي الفل. طبعًا غسلت بقى اللي هي العين التانية اللي قُلت لكم عليها إن هي كانت أكتر عين مأذية أوي، عينتين يعني اللي هي الكبيرة، الصغيرة واللي أكبر منها شوية. دي طبعًا الشُّعلة اللي كانت على البوتاجاز يعني نوعًا ما هي حلوة، يعني كتّر خيرها، يعني ما اتحطّتش في الخلطة غير فترة بسيطة جدًا على ما دعكت العيون، بس برضه والله العظيم طلعت حلوة وكمان يعني إيه، لمعت وبقت زي الفل. أنا طبعًا غسلت الحلة زي ما قُلت لكم وكمان الحوامل بنفس الطريقة، بقيت أجيب من الخلطة وأدعك كده بالسلكة، فنضفت معايا وكمان كان عليها دهون على فكرة، بس إيه، لأ نضيفة والله العظيم أنا انبهرت بالنتيجة. ما شاء الله جرّبوا الخلطة دي بإذن الله هتعجبكم. وإن شاء الله بإذن الله يعني بُصّوا دعوة بس حلوة منكم تكفي، تكفيني كده. المهم بقى إيه، خلّصت بقى على الحوض بقى هناك، وجيت بقى هنا قُلت أدعك بقى البوتاجاز يعني دعكة كده تكون بنت ناس. هانتقم بقى من القديم والجديد يا جماعة. يعني بُصّوا أنا قاعدة أقول لأ ده مش بوتاجازي على فكرة، يعني الحمد لله بس والله العظيم الظروف يعني الظروف بتبقى أقوى يعني فاهمين؟ بيبقى في ظروف يعني تحصل عندِك بتبقى أقوى منِّك، يعني الواحد بيبقى غصبٍ عنه. يعني مثلًا الواحد يعني أنا كشيماء اتعودت إن الشفاط بيتغسل كل 10 أيام، البوتاجاز كل يوم الصبح لازم يكون ليه تنضيفة كده، يعني لو سطح بس البوتاجاز من فوق كل أسبوع بابدأ أشتري كل حاجة في الفرن بتاع البوتاجاز واغسله كده غسلة حلوة كل أسبوع، تكون تنضيفة برضه تكون عميقة، بس ولكن أنا الشقة كلها صراحةً كنت مأهملة فيها،
المهم بقى هادعك بقى البوتاجاز من جوّه وبرّه والجوانب والغطا وكل حاجة يعني، تمام. بُصّوا أنا عايزة أخلص من المطبخ بأي طريقة، لإن الولاد صراحة يعني طالبين منّي حاجات كتير من وأنا كنت تعبانة يعني وكده، فالظروف طبعًا اللي فاتت دي بُصّوا خلّتني يعني لأ العيال صعبانين عليَّ، عايزة أعمل كل حاجة هُم نِفْسهم فيها طبعًا وطلبوها منّي، عايزة أفوق لهم شوية، بمعنى أصح عايزة أفوق لهم شوية. وافوق لنفسي أنا كمان كده وبُصّوا لأ إن شاء الله بإذن الله اللي جاي كلّه خير وتفاؤل وأمل من عند ربنا، ودايمًا باقول كده وعلى طول هاقول كده، ودايمًا باقول إن هي فترة وهتعدّي إن شاء الله بإذن الله، وكل حاجة هترجع زي ما كانت بإذن الله، بإذن الله. طبعًا يعني أنا لسه برضه باخد اللي هو المضاد الحيوي ومهبّطني شوية، ولكن الحمد لله يعني باحمد واشكر ربنا الحمد لله، ألف حمد وألف شكر لله طبعًا. يعني لأ الموضوع يعني مش زي الأول برضه، يعني أنا دلوقتي ممكن يكون 30، 40% يعني كتير عن الأول يعني، الحمد لله رب العالمين. الهبطان يعني 30، 40 أو 40 كده في المِيّة يعني مش زي الأول، الأول صراحة هبطان لا، لأ مش ما بعده هبطان، زي ما قُلت لكم في الفيديو اللي فات أقسم بالله كنت باحس إن أنا يعني زحلفة ماشية في الشقة، مش قادرة أعمل حاجة أساسًا، فاهمين؟ أمسك المقشة أقوم بعدين أقوم حاطاها تاني وقاعدة، مش قادرة أعمل حاجة. تمام، المهم بقى غسلت بقى البوتاجاز وكمان لمّيت بقى كل الصابون بالفوطة يعني الفوطة كده بابلّها تحت الحنفية وباجي ألِم بقى كل الصابون، وبعدين أغسل الفوطة كويس وأدّي بقى كده إيه تلميعة حلوة للبوتاجاز، وبعدين أجيب بقى فوطة تكون ناشفة خالص، خالص تكون نضيفة كده، وبعدين ألمّع بقى البوتاجاز من جوّه ومن برّه وكلّه يعني كده، تمام. طبعًا ادّعك بقى دعكة يا بنت لذينة عايزة أقول لكم والله العظيم بقى فُلّة شمعة منوّرة. هنا بقى خلاص خلصت من البوتاجاز وكمان لفيت بقى العيون بتاعته بالورق بتاع الفويل، لفيتها معاكم قبل كده، فقُلت بقى يعني إيه المرّة دي أعملها كده مع نفسي، والعيون اللي أنا مش باستخدمها قفّلتها خالص، وهنا بقى طلعت بقى إيه ركّبت بقى الشفاط، كمان مسحت كده يعني حواليه بقى كده ومن هنا ومن هنا، طبعًا لسه هادعك المطبخ كلّه إن شاء الله بإذن الله من غير مقاطعة على ربنا يعني، ولكن قُلت أمّا أدعك كده دعكة حلوة بالفوطة كده مندية في إيدي جنب الشفاط، فنضفت وبقت معايا بتلمع وزي الفل، وطبعًا هاخد كده جولة سريعة الشكل النهائي بعد ما خلّصنا، لأ هي ما شاء الله نضفت وبقت زي الفل، طبعًا هي دي التفاصيل اللي أنا باقول لكم عليها المهمة جدًا، جدًا عن الحاجات اللي أنتِ تعمليها كمان، التفاصيل اللي بتبقى مثلًا جنب الشفاط وتحت البوتاجاز جنب التلاجة زي ما باقول لكم كده، المهم بس إن أنا أخلص من التلاجة وإن شاء الله بإذن الله لسه طبعًا هاعمل تحتها، ويعني هاغسل تحتها هاغسل بقى التقفيلات بتاعة تحت الحوض، كل حاجة كده هاغسلها وأدّي لها حقها بإذن الله، ربنا يعيننا ويعينكم ويعطيكم ويعطينا الصحة آمين يا رب العالمين. طبعًا هنا محمد كان إجا من الحضانة بُصّوا، لازم كده الحضن بتاع محمد يعني ما نستغناش عنه أبدًا، ربنا يا رب يكون عيني بيه ويخلّيه هو واخواته يا رب، ويخلّي لكم ولادكم يا ربنا يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، قولوا آمين، آمين يا رب العالمين، ربنا يطعم كل مشتاق، ربنا يطعمكم ويحرمكم جميعًا يا رب العالمين، ويرزقكم كده يعني بأطفال وبيبيهات كده ويكون رعاكم بيها آمين، آمين يا رب العالمين. أنا طبعًا بقى زي ما أنتم شايفين خلاص بقى آخر حاجة معايا قُلت بقى إيه عشان يعني ألحق أعمل غدا وكده، تمام، كنست بقى المطبخ على السريع، وكمان هاجيب بقى اللي هي الإيه الممسحة اللي باقول لكم عليها، جميلة جدًا، جدًا وسريعة. المهم اللي أنا حطيته ده طبعًا ديتول فَك من اللي بيتشرى عادي جدًا، جدًا، باجيب اللتر تقريبًا كده ب5 جنيه، وحطيت كده شوية طبعًا غسل الغيار بتاع الممسحة أو بتاع الموب يعني، غسل الغيار بتاعها وركّبته، وبدأت بقى إن أنا إيه، ألمّع بقى المطبخ كلّه، عايزة أقول لكم الريحة بقى بُصّوا مش عايزة أقول لكم، يعني باحب صراحةً يعني أساء بالديتول عن الكلور كمان. طبعًا بقى المطبخ كان نشف خلاص، فرشت فيه السجادة زي ما أنتم شايفين أو شريط السجاد ده، وهنا طبعًا كان الشكل النهائي وكان الجولة بقى بعد ما خلّصنا الفيديو بتاع النهارده، شايفين بقى الشفاط ما شاء الله تبارك الله، حاجة كده يعني بُصّوا حاجة كده تفتح النِفس صراحة. طبعًا ده كان الشكل النهائي للبوتاجاز زي ما أنتم شايفين، وكمان هنشوف التلاجة، وباتمنى يكون فيديو النهارده يعني عجبكم ويكون مفيد كده بالنسبة لكم بإذن الله، تكونوا استفدتوا منه أي حاجة، إن شاء الله بإذن الله هتستنوني في فيديو جديد ويوم جديد، وأتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم. طبعًا ده كان شكل التلاجة زي ما أنتم شايفين، وأشوفكم طبعًا على خير في رعاية الله، مع السلامة.